السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا بعض النساء بيعدي عليها رمضان واثنين وثلاثة ويكون عليها أيام وما صمتهاش لأسباب كتير. ممكن يكون سهوا وتكاسلا، يعني بتقول الشهر الجاي، طب الشهر اللي بعديه يجي رمضان فيتلاقي يبقى عليها أيام تانية، وهكذا. في بعض النساء بتعتقد ان الصيام زي الصلاة، طالما هي بتفطر في يعني بيجي لها الحيض ويبقى عليها الصلاة ما بتصليهاش، ولما بتطهر بتعيد بقى بتصلي الايام الجديدة وخلاص. فبتفكر ان الصيام زي الصلاة وبتندهش. يعني في احد المكالمات احدى البنات بتسأل هو فعلا الصيام لازم نصومه، وما عندهاش المعلومة. فبنقول بقى لو الست تراكم عليها رمضانات كثيرة تعمل ايه؟ رقم واحد نحسبهم. يعني انا عارف او البنت عارفة ان هي عدى عليها 10 رمضانات، وتقريبا متوسط الافطار في رمضان بيكون 5 ايام، يبقى 10 في 5 ب50 يوم، ورمضان اللي جاي بقى عليه ايام بسيطة، فمش هتلحق تصوم ال50 يوم، وهتصومهم بعد رمضان الجاي. هل بتقضيهم فقط ولا لازم القضاء والكفارة؟ عندنا رأيين من آراء الفقهاء. في رأي بيقول إن قضاء رمضان هو واجب عليها، ولكنه على التراخي ومش محدد بزمن معين. يعني مفيش دليل من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن إحنا لازم نصوم بين رمضان ده ورمضان ده، ولكنه دين في رقبة المرأة، فأي وقت هتصومه انقضى عليها ولا كفارة عليها. في رأي تاني بيقول إن هو كان واجب عليها أن تقضي قبل رمضان المقبل، وبعدين رمضان جه وهي ما قضت، فاجتمع عليها القضاء والكفارة. ولكن احنا ممكن ناخد برأي دار الإفتاء المصرية اللي بتقول ان احنا علينا القضاء فقط. في رأي ثالث، ورأي انا شايفه ان هو ممكن يكون مناسب اكثر، انه بيقول لو المرأة ظروفها المادية كويسة وتقدر تطعم عن كل يوم مسكين وتقدر تقضي في نفس الوقت، فإذا كانت عندها يعني ظروف مالية جيدة وتقدر إن هي تجمع بين القضاء والكفارة، فلا حرج في ذلك، وهذا هو الأفضل والأبرأ للذمة. يبقى بنقول لو الست مر عليها رمضانات واجب عليها أن تصوم، ولو الست عندها قدرة مالية يبقى تقضي وتخرج الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم.